مع إطلالة ساحرة على برج خليفة وشارع الشيخ زايد. استضافت مجموعة ذا روسيس كلاب في دبي بإدارة السيدة خاتمة الكيلاني الإعلامية الأردنية المتميزة سالي الأسعد، بحضور السيدة عبير شقير حرم القنصل الأردني في دبي، رئيسة مجموعة سيدات السلك الدبلوماسي في دبي والإمارات الشمالية، وعدد من سيدات الأعمال والإعلاميات والطبيبات وسيدات المجتمع. وقد قامت الأسعد بتقديم محاضرة جذابة حول الظهور في الإعلام للشخصيات العامة وسيدات المجتمع. وانتقلنا لأهمية المظهر في التلفزيون، والآن عم نحكي عن الميك اب في التي في. وقد تناولت الإعلامية الأسعد التي تحمل خبرة تلفزيونية تمتد ل18 عاماً معلومات هامة للسيدات في كل ما يخص اللقاءات التلفزيونية وكيفية الإعداد الجيد والأسلوب المشوق لعرض الأفكار. ومن ثم قدمت سالي الأسعد نصائح قيمة في الظهور أمام الكاميرات، لا سيما أن التطور التكنولوجي يفرض علينا استخدام الصورة والأفلام القصيرة المصورة بشكل لافت. ريما حجازي، مين التنقية صوتها لريما حجازي؟ ومن ثم يتم إجراء مسابقة أفضل قارئة أخبار من ضمن مجموعة الروزيز، وفازت فيها السيدة ريما حجازي، وحصلت على فرصة في التدريب في شركة الليث للإنتاج التلفزيوني التي تديرها الإعلامية سالي الأسعد. يذكر أن ذا روسيس كلاب بإدارة السيدة خاتمة الكيلاني يعقد العديد من اللقاءات التي من شأنها التعرف على أبناء الجالية الأردنية والجاليات الأخرى، وتشهد اللقاءات محاضرات قيمة في مجالات متعددة ويحضرها العديد من سيدات المجتمع ووجوه المجتمع المحلي. كل ما كان الاشي بسيط، قصته مريحة، ما فيها كتير قصات وريش وكشكش ودرابيه، وهيك كل ما كان شكلك ألطف وأرقى على التلفزيون.